أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا وسقي إن شاء الله يوم الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يبوسقمه والصحابة كما جاء في صحيح مسلم. يروي أبو رقية تميم بن أوس الداري، حديث معروف، يقيم أكيد الصحابي إن يسن الدين النصيحة، إن يسن الدين النصيحة. الصحابة الناس قلنا لمن يا رسول الله؟ الناس أمم النصيحة يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسن لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبين زند أن النصيحة تكون لله عز وجل، وتكون لرسوله يا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون كذلك لكتابه، كتاب نص القرآن الكريم، وكذلك تكون النصيحة لأئمة المسلمين وهم الحكام، وكذلك النصيحة تكون لعامة الناس. نقول نستقي إن شاء الله هذا النووي النصيحة لعامة الناس، خاطر تقيق يعني نطس، وهي أم يقال العلماء ذا النصيحة المعروفة هي المسلم وكذا المسلم أتنصح بهماك إلى غير ذلك. فقاعد نهضر السقي إن شاء الله. الحدث مزورة يتقال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النظام يقارض: لا خير في قوم لا يتناصحون. القوم من دولش يعني نصحنا رجال سكنا النصائح ويقولش الخير ذي القومك. ذي الحديث يقول لا خير لقوم لا يقبلون النصيحة. ما إلى العبد يتقبل راه أول إلهام تغى السنين الحج إلهام يتقبل راه ولاش الخير كيس. لا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. والنصيحة يجي أمشي دينا يعني أمشي دينا الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لعامة الناس. يعني ما إلى هذه نصح العبد هذه نصح أمشي سهوي لا يون أسفكض أمشي قاني كونسي إلهام أتنصحط أتأمرت المعروف السنين قدام الحاج نديري إلى غير ذلك. وكشينا مكي قال العلماء أشو النيينك حب المؤمن، خاطر تحملط ماشي وكنا في ديك الشفط، لا وكي إحرام ديال الإسلام هاديك الشفط الأخطاء نمدن العيوب نسن الدواريض بليو السن نارا، ماشي ذوكي البيوت الهدف من النصيحة. أفاش تجي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ذوكي الهدف. أين تحمل ضيه ماك أتحمل ضيه مانيش. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إقلان دي الصحيح البخاري وصحيح مسلم يقال: ثلاث من كنا فيه، ثلاث الأمور من لذ العبد وجد بهن حلاوة الإيمان. ما ينبغي ساعات المؤمن لا تيجي الأمور أذيف الإيمان يصحن ذقوليس أثي حوس يتلذذ أمزون الحاجة يزيدني يتشال. ما يلسعظ الأمور حقيقة ذقولي. من بين الأمور ثلاثة: أن يحب الإنسان المرء لا يحبه إلا لله. أتحمل ضيماك أتحمل تفوز من ربي عز وجل. أتحمل ماشي وكنا كديفك الشيء ناغي صردين ناغي دي قضي تغوصة الحاجة، لا أتحمل أخطر ذي المؤمن أخطر انت أمشي قلا أخطر يعبد ربي أمشيش ذوكي أيفن الحلاوة من الإيمان أن تحب أو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والنصيحة أم يتقال العلماء ذي الوظيفة
ذي الوظيفة ذي الخدمة من الرسل شو ثل ماذا تطوير أي رسول؟ نوح عليه السلام، إبراهيم وإدريس وسليمان ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء يشو تسنى الخدمة وسنة نصحان الوظيفة نسن البيت الهدف نسن ذي الدوني ثاقي وكنا نصحان الأقوى من سن دايرات ذوي كان الآيات أنت ربي عز وجل يتبين بليك الأنبياء مرة يدي شجع يوكن هذا نصحن الأقوى من سن أفيغر أخطر حملنتن وفانا شمنا تيمس فانتني دكسن تيمس ذي الدوني تاقي يوكن ذي الآخر شمنا الجنة التي وعدها الله عز وجل للمؤمنين ما لا يؤمن يتباع أول النبي الرسول أثنى ربي وعديث بالجنة أفاش تلاقي الأنبياء الوظيفة نسن أفاغتني ديش قال ربي عز وجل مبشرين ومنذرين يبشرون الناس الحاجة يلهان أما الجنة جدا لنا أتدي وصف النبي أسني ناس أشو وندي يعني وندي هكا ربي عز وجل ذي الآخرة وفي نفس الوقت منذرين أسنين الإنذار بالكم ما إلا وتبع ما أنا وليو أثنى شو ندي يعني يدي هكا ربي الكافر يكفرن ربي عز وجل. إذا الأنبياء مرة فهم الناصحين الوظيفة نسن ذي النصيحة. نوح عليه السلام 950 سنة غيتنصح القوم نس كما جاء في القرآن الكريم يعني لبث مع قومه 950 سنة 59 سنة غيتنصح أشو اللي يخدم يتنصح القوم نس يوكن أتبعن أول ربي عز وجل. مثلا قال تعالى على لسان نوح إلسيس يهضر ربي عز وجل يقارسن نوح سيدنا نوح عليه السلام يا قوم يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نكيني شو تقرأ الصحة أخطر ربي ديش قال رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي أو تبين أين يدفك ربي عز وجل أين يدفكن الأوامر النواهي ثم ناس وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأنصح لكم العلماء البلاغة للغة العربية قارنت بالكنيس وأنصح لكم أمزون يبغى سنيني النصيحة يكي الهدف نص 100% يكون وي نكسر ولا يعني الفايدة النصيحة يكي وأنصح لكم قال العلماء المعنى نص 100% النصيحة يكي الفايدة وصغارا كيني ميم با 1% النصيحة يكي بوانتيت يكون ويكان لكي ترى جوارا الحاجة النصيحة يكي. على اللسان كذلك هود إسنين كذلك يسني القوم قوم عاد القوم نس قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. نفس العبارة رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي نفس الشيء. ثم ناس وأنا لكم ناصح أمين لكن يساعدون كنصيحة فأنا ناصح لكم وأنا أمين يعني يتفر غرى أين دين ربي عز وجل وان دينيا يون النبي اليوم كذلك وهو صالح يسد بعد هود صالح ذي النبي يسد القوم ثمود بعد هود إذا شقى ربي عز وجل القوم عاد. الناس كذلك يوكن يعني يثني تعذيبا ربي عز وجل ذي الدنيا ولا ذي الآخر الناس ما خاطر وتبعنا أول الأنبياء وتبعنا القوم ثمود وتبعنا أول صالح عليه السلام كفرنسيس نغان المعجزة صالح الناقة عقروا نغان الناقة المعجزة الناس صالح وتستو شمالة لقات نلم السوء ولكن اثنين غان أعصان يعني صالح عليه السلام من بعد مين موثن يوجه ثاني يهضراسن أمي يهضر راسا سلم كفار قريش اسمي موثن يركلي إن يسنثنا تفهم ذي القبور نون إذ مقبر نون العذاب اللي ودي لنا ربي نثني نموثن نفس الشيء خدم صالح عليه السلام. فلما كما قال تعالى تولى عنهم وقال يا قوم أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
نكليف كاع نصائح بوهم نداولنا ربي عز وجل اني غادي الا قد خدمه ولكن كون وي وتحمل المال وكذيك تنصحن فاش قدنا الناس قلينا في بدايه الدرس لا خير في قوم لا يقبلون النصيحه. اذا ولكن امشي قال لك كيتورا العاقبه لا فيناليتي يعني لا فان القوم ويبغينا النصيحه صالح يعني كانوا النار يعني يتني غاوند نصائح ولكن يكونوا يتحمل المرأة وين يكون ينصحن فاش تلقى النصيحه العبد الا قد سيوي اما يعني امشي قال لك كيسورا الزوره كني مره و نهضر شويه في النصيحه على كل حال ماشي لا تديني العبد اجماس خاطر من الندب لك الغايه ان المقصد ينس حب الخير لاخيه خاطر تحملط ماشي تكرهط ما لا تكرهط سي با لا بين تسكب النصيحه خاطر دينك تغلست في سبيل الله وتصح ترى يوذ من ربي عز وجل. فاش تلاقي العلماء قارن اقل القليل وقال حاجه يقول ينسنير كل ماشي الحاجه يفرد ما الا الحاجه قلن خاص للعبد كان يبغى نصحط وحدس كان هكا ماشي الحاجه بغات تفكدو كي يمدن الى قد يلي وحدس ولا قالت سمنا على كاع كشفت مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم من اخلاقه وادابه صلى الله عليه وسلم ما يبغى ينصح العبد وني قال ما بال اقوام اشد نمذكان اقوام يفعلون كذا وكذا لا يذكر الاسماء بس يون كانت الهديه كي وهو اللي يخدم جماعه الصدقات الزكوات يبي الهديه سيد من الخدمه ولا قاسيوي شبه الرشوه الوقتاكي ظاهر ياسن ما بال اقوام نستعملهم على الصدقات اسمه ابن اللتيبيه ما بال اقوام نستعملهم على الصدقات فياتون ويقولون هذا لكم وهذا اهدي لي يعني لو قال يوي الحاجه يسمن الوظيفه يسعى الوظيفه هذه يوي الحقيس كان فاش تلاقيه الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى ينصح يكل الامه وتيجي ذكرها اسمه ابن لتيبيه اذن تساعد يحكي القصه ياك فكان الحديث عن ابن لتيبيه انه قال يحكي نتا في ايمانس اما الرسول صلى الله عليه وسلم ستره يستريد ولكن ينصح الامه ولا قال خذ من اين يلقى الند اين ولقى ما بال اقوام اشو الدين ديك العباد خدم من كان الامور لقات خدمت. فكذلك الامام الشافعي ديون البيت الشعري اللي يتنصح وكذا تلاميذين كذا يقاسم ما ما يتنصحن ويتنصح ما ثمن مدنا كاع اروح واحد يعني في النصيحه يجي وحدي والا يثمن وتقبل غير خاطر العرض النصيحه في نفس الانسان يعني خلقه الله عز وجل يسعى شويه دائما التكبر ويحمل انا اكديني مباشره نعم صحيح غلطه كذا كذا يعرف النفس الا الانسان الذي وفقه الله عز وجل المتواضع المؤمن. فاش الشافعي قالت تعمدني بنصحك في انفرادي ما بعيد نصحين وحدي وجنبني النصيحه في الجماعه ويتنصح ثمن مدنا كير كلي فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ ما إلا تنصحي وثمن من الدنيا كلي تبلا ميت التوبيخ يسخدم تبلا ميت من الدنيا كلي غنزران تكشف الطيد يوعار من بعد تزرام وين كني اسمي موسى سيدنا موسى عليه السلام يناسنا عمر ربي عز وجل وكيدفك اكفور زعان ولا شكفور اخطر لي ون داخل سني عطار ربي عز وجل سيدنا موسى عليه السلام يناسنا ودثني لي وندجرا ولا الى خذيفه هذيفه يوكن المخلصين اللي كان يضعنا ربي يدعو يوكن تستجبى أذكرك ما إلا مازال وين يتلمسني ولا شكف وين يستحى الدفاع 8 سن أخطر هذه توكشف أبليك ذنتا إذ العاصي إذ يدعى ربي عز وجل إن يسار بينك إن يتنسورا استرضي يتنسورا نانا متنكيك عصاد سورا استرضي ربي كذلك باش نتفاق أم بعد ودي في غراء نندعم وربيت كذا كفور إذا أنه موسى عليه السلام إناس يا ربي أم كذا أكفر ودي في رحتي إناس ونكني عفاش كنا منعاه أكفور إذا وينيد السباع في شو ندفك أكفور أخطر يتوب توبة النصوح ربي عز وجل ربي استريد فكان السبب للسباع في شو دي نزل ربي عز وجل أكفور
افاش تلقى يعني نصيحه ماشي ذاك شفات كشف المدن، ماشي تبين العيوب الانسان، ماشي ذوكي الهدف من النصيحه. هكذا قال الامام الشافعي قال اذا جنبني النصيحه امام الناس، ما الا تبغي هذا اول شيء. اذا وكي الامر والسين هم زوارون الناس الا قاتلي النصيحه خاطر تحمل لك مشاكل افوز من ربي عز وجل. تبغي تسلك تبغي تسقط كذا هي السنه الا قاتلي ماشي ثمن هكا وكي الامر والسين. الامر والسين قال العلماء الى قرأ خدموا الاسلوب المباشر. الاسلوب المباشر شو المعنى؟ سير كيني خدموا كذا كذا ديريكت كذي نصائح ويلها افاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنيا دائما يستخدم الطرق الغير المباشره انديريكت. قال يعني في القصص بلي الرسول صلى الله عليه وسلم يبص سد كان الفقراء ولا تنسى لا اللبس لا الماكله لا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتسرف لاس يبغى سنيني صحابه تصدقوا الانصار اهل المدينه يبغى سنيني تصدقوا ولكن يبغى سنيني مباشره تسلف كلامر زمان سنين دي صوردين الناس سنين ماشي اوبليجي. الرسول صلى الله عليه وسلم يفكد العباره باسلوب خبر الماضي ان يزن في الحديث الصحيح تصدق رجل من ديناره وتصدق رجل من درهمه وتصدق رجل من ثوبه يفكد لبسينس ومن صاع تمره. إني أسلوب غير المباشر إنك يتصدق يعني في الماضي يتصدق يبود كذا ويضيبود كذا ويضيبود كذا نسيب غاسنيني أوي بكذا إنك في الأنصار تسوي يصور دين الماكلة اللبسة يغالي فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم إنك يميزمات في الرصاص يفكي سني الفقراء. إذا الأسلوب الغير المباشر يستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم الامر ولكن ماشي ديريكت. إني وكانت الصدقات اثني الصدقات لعب كذا وكذا يوني فكد كذا ويفكد كذا يخبس النوع من التحفيز تنافس. فتصدق الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقال كذلك القصه معروفه كذلك العوام يبس الحسن والحسين فان نصحن يونو مغار خاصه امغار امش الزرام بين 60 70 سنه يوعوا كسفك النصيحه كشيني مشطوحه نسمقار الى ان ديفيرونس داج اسم السرفوط يوار مليح انك يوبس بعض السوارين ولد والسنان يتوضا والوضوء زرام ما يلد بضال الاركان شروط من الوضوء صلاه باطله الا قد تنصح لابد لقد فضلش ايماجيني بلي كنت وسيد عرفت سي سلامه زي مثلا السيد كنص وضوء باطل ربي لقد نعبد في ديننا ماشي بك سوق قارون نعم نفغا. فاش تلقي الحسن والحسين الناس هو مغاراكي والسن لا يتوضا الناس وليا نغدتنا اثن جرانا نتناقش كل يوم ناس يقرض كيك سننا توضا فايض وليا نغد يتوضا مزوارو ام الحسن مع الحسين ايوا لا يتوضا مشي لا ايوا لا شو السن لا يخدم يتعب شطو حاجه الحسين كيف ميجسل يعني وكذا توضا كي لا ضاين يسلم غارني والله اردني كينو السن نارا عرفوني توضا ما كي لا الوضوء وين يصحى ما ادري كينو السن غار اذا تزيدنا له السن غار ما يكونش السن نص السن ضار يعني وكي ماشي الادب. اذا الطريق الغير المباشر وكي الامر والثلاثه الامر والاربعه قارن العلماء ان العبد ما يبغى ينصح هكا هذه الجامعه كقال الامام يبغى هذه يصير الجامعات تو كنا ندو حسنيني خشينا روح تبدي ثقيا خشينا سكا في السبعه لك كده فدا خشيني لقد وكنا ودي سفحتي ونربم مي يكون سنيني طريقه النظام قال لك لار الى مانيا لا فاسون امي كيفيه وكسنيني والله الجماعه قلنا تتسني فرانيين قال لقد دفني شبع إلا يعني أنا فرح ما تكش من مدن ولا قاد دفن يوم بس ولا قال كذا أفرح وقت ندرس سواطع خاطر سنين أنا طريقة نيلها أنا الناس الطريقة التحفيزية وكذا كي وكي ماشي كل عباد سنناك الحق زمادي لا غوري كل يوم ما كيتبلغ امشي يعني سنيني مدن يوكل الخدمن الحكي الحال. قال العلماء الذي التعليم لا يعني التعليم ناناش التعليم تزرام التعليم زلار مليح
زمر ثورة خاصة الوقت كي من الدنيا يعني مي قال كي ثورة وسمعنا ولا ونسن تخص الصرف كام مليح ذي لا كلاس زمر كو السنين الحديث ما كيدير كي الوقت كي يخص تصاص الصرف يعني كيدنا على بارو زمرنا راه تغلي المعيشة دائما ديال الخدمة ما السنين الامر يوقشيش زعما صفقت مباشرة تروسي انا ربما الشيخ ما يكسني اتن بغا نخدم كذا نروح كنا عاونم وتشارك الشيني تشارك اتفضل ادسني كل اللي زين هذا الشركه تسقط طوافل غنخدم من كذا خاطر اكيد شويه ولات الشيني ترفضون كذا اسنتيني غير مباشر ما يكسن مباشر زمر اكديني حاجه يعني تم النظر غتصرف ويزمروا كيتغارى اوال طرق التعليم كذلك تحتاج الى النصيحه الى الطريقه والكيفيه. قال العلماء كذلك الكخان وكذلك التمطوط ما بغاتي نصح يبغاتيني الى قد تصبوا كذا الى كذا ما يلف كاس الاوردر ديريكت تخدمت ديفيسيلمون تخدمت بغير النيه والسعر النيه ميوكا النظام النظام السينما سكي ربما سمنا جسني كرا الى قاعد شبح ضخم الى كذا الى مدنا دين السينما امشني تخدميت التحفيز والحاجه الهبس النيه الى غير ذلك. اذا دائما الطريق الغير المباشر طريق قالت العلماء طريقه التحفيز الامر خمسه. قال العلماء ما بغات تنصح ديوني لا قد بليك ولاش الكمال لله. يسعى العيوب الانسان صحيح ولكن يسعى اميقان حاجه الهان يسعى الكوتي بوزيتيف الكوتي نيجاتيف ولا قالت تركز فقط على الكوتي السلبي حاجه الهان شيني كذا شي مبارك شيني كذا كذا اتدار نول اميقان صفر انت ماهوش صفر ام يخدم من بعض ربما شباب اللي يطفي يعني بعضك هو يمكن ماشي باب النصيحه من باب ما تهضر بعض العلماء هذه الطفل الكوتي يعني عنده يغلط كذا اسيان والسيناريوك لا المجر ربما 70 سنة 80 سنة يدعو الطرق اشحال من الذنوب ماكش من الاسلام 70 ناس الى غير ذلك. هذه كان الكوتيني السلبي الكوتين الخطا تزرمي بس النبي صلى الله عليه وسلم غلظا شرا الانصار غلظان يغلظ يون صحابي ابي بلتعه اش ما يكشف السر سر فتح مكه يغلظ والصحابه يعني كانوا بنات نغل خاطر كشف السر الرسول صلى الله عليه وسلم شو سينا الصحابه إناس ابي بلتعه يجي إناس ربما نظر الله الى اهل بدر خاطر يشورك في غزوه بدر ابي بلتعه إناس فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. هاي خاطر يخدم طاس الخير وقبل والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذي بس اش سنينا الانصار إناس الانصار كي فهم بطني اما دينا يعني تسينوا الغصن والروحه خذ من البيعه يوكنا قبل لنا نروح الغرسن نزل يزن واجن نزل الغرسن شونا ما ينسخسرن بعد السكين اعفمت ما تاخذ من تصل الخير. اذا يوم ما يسعى تصل الايجابيات يسعى تصل الامور كذا ولا خلاص تكسلوا كاين يسعى يوكد ورد السينارانا وكد ورد كذا الى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كذا تصل الامثله في سيرته صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء في المؤمن وكذا المؤمنه الازواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقال ما لم تضيك تغلظ يباس الى قد ولد بك تصل بردت ولضاره يقال لا يفرك مؤمن مؤمنه ان سخط منها خلقا رضي منها اخران ما الا يباس يعني يتعجب لا الخلق ولكن تصل الاخلاق الساعه متصني ولا قاتو البرمون زاب يقال قاتو القضير كل الاخلاق نسعه السرد السن ولا شيء فلا يتركها. أصلا ما قالوا يفروا يا المؤمنة نفيون الخلق وتعتفنا نفسر يباس كذا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخرا. وبين الأزواج ويقال ديو التابعي عبد الله بن المسيب التابعين دي الحقنا عطف الصحابة أنا من قريب صحابي يقولوا يعني تقريبا 10 سنوات يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن التابعي ودي الحقارة في النبي صلى الله عليه وسلم إقارة ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. إقارة لا الشريف لا شريف ولا العالم ولا أي إنسان ويسعنا يون الخطأ يعني يون العيب إنك ولكن لن كان العباد
ولا قاد نذكر اصلا العيوب نسن خاطر تصل الايجابيه ساعات تصل الخير يخدم انك قالني ولا قاد نذكر اين يخدم انه خسران خاطر خدمنا تصل حاجه الان وهو قد تابعي إذ قال لك قد ينشار كذلك لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زلة ما من أخ لك لا يعاب ولو حرصت الحرص كله وسقرار وقده ما يبس غلطة الجار خطرني كل عباد غلط كل بني آدم خطأ هذا السنين يعني أزهد عنه أتجاهد فيون خيرس أم يسنا وين بكيت من عمرو تسروه في الناس تسروه خطرني سقطت بغاس الجار إنك فلما تركته وخالطت أناسا أقواما بكيت على عمرو إن يسروا الجبين ناس يعني يسروا وكلت يجي فاتيج أخذت السرطان أسمي تيجا يوالي خالط العباد النظام يوالي يسروا أفينك نيك خطرني الزغمة ليس كان العيب نعيون من الخطأ يعني قاسكنا يا خير قيمة يدس الصاحبني أخذت ساكن شوية الأخطاء ولذلك الإنسان لابد أن لا يركز في السيئات فقط لنصيحة ولا قال دي توليون بلي كويستين والو ويسعى صار كان يكسخصات خاصة بيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أن الإنسان أن يرى بمنظار المنصف لما سيولي هذه ينصح بهذا الآداب والعلماء قال لقد نصح هذا ماشي من أسلوب زيك السون داك سماء السابعة تكبر يعني كتيني شغل الكامل كتيني بهذا الصحات كتيني شغل ولا شوك الخطأ كيش التكبر والاستعلاء قال لك إلا قد كان متواضع إلا قد أدت من باب التواضع إلا قد التواضع نصيحة إلا قد أدت من هذا الباب سيقي وتسرع يعني كتيني سفلا يجني والسبعة أدغلي نصيحة في الله كتيني لا تخطأ كتيني يعني ذي الكامل كتيني كذا وكون لقد سنين يعني كل زمان غلط كذا إلى غير ذلك وتنصحت الطريقة يجي من باب الاستعلاء وقال العلماء تروين ديوث القصة في الإمام أحمد من الأئمة الأربعة الإمام المعروف الإمام أحمد بن حنبل يجي يبس يعتد كي ولا يون يعني الشيخ يون العالم أي صغار راش أي صغار نو نكتبني تلويحين نكتبن وإلا يطيج مليح أما دينا عدد في 12 نتسيقم الدون يوثن الشجرة إلى الظل ونوثني قيمة يطيج أكتبن يعني روح سخامي قرحيث وليس أفير غطو قد الشيخ إلا قول الزالي قيم يطيج إلا قد يحوسوا تحسون تلاميذني لقاتني جاكني ساعات ولا يبالي يبغى ينصح يروح ذكر الإمام أحمد إنك يصفط باس وأنا ودي بقول القصة ياكي ذي الشيخك باش شوي الإمام أحمد يفكت ذي السير وكان ماشي ذي السير انت تدياوي ولكن الشيخ يدي بقول القصة ياكي إنك أتاني يوما ما طارق بالليل ذكر يا يصفط بالتبور إن دني عثمان إنك قال أحمد وسنرى الإمام أحمد ولا ما بك بغاتي في نصيحة من باب أنه من الأئمة الكبار إنيس أحمد لكن أحمد اسمي إني دات خميما وأحمد وسندوك أحمد قاروي وعلى الإمام أحمد بن حنبل أعطاشد يسلك وديني أحمد إنك بدل نيوم فيه الإمام أحمد بن حنبل أكبر عالم في الوقت إنيس أبا عبد الله أشو كيدبونا كيف راك إذا غاينيس جزتو عداد اللغة العربية قال جزتو كذا يجوز جزتو إنيس عداد كيجا فلاس وزل وفي غدا الصغار يعني وكتشي تقيم ثيلي نثني لنا قيطيش إنيس والاريا شغلني الأمر كي في قلبي وسنا أنا قطعتها وسنا أنا أسأتها صرف في بغاتني ديريكت إنيس شغلي وليو إنيس شوي ناس ودي مدولة غراشني كذا يعني ماذا بيا يعني في المستقبل الذي لي ديتي ولا نثني نقول تعطي الغرف في اللسان نكوني في بعض الأحيان يوني أنا بيخاكي ولا يبالي المهم للتصفى ويظلم فلا يبالي فالعلماء قالوا تصن العبر التي تؤخذ من قصة الإمام أحمد بن حنبل فسيجد كذا أمي قال العلماء نبدأ العلماء خاصة النصيحة قالت لابد الإنسان أن يعمل بما يرصح به الناس ماشي تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إلا قد خدمت كذلك سوى شوى سنتين ضمن قدر الإمكان حتى زمان ما مكشت تصرف ولكن لابد أن تنصح حرام ذلك لأن الندن ذا دوال نتقي وظيفة الأنبياء والرسل فالإنسان لابد أن يقوم بها
لابد هذه الأمة سماها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر